تبدأ القصة بصبي صغير ومتفائل يدعى ساليا، يعمل بدوام جزئي في مطعم محلي حيث يتفوق في أداء دوره. يحلم ساليا بأن يصبح مديرا محترفا يوما ما، لأنه على ما يبدو حتى في سنه هذا هو أكثر تنظيما من معظم البالغين الذين يستخدمون تقويم جوجل. بصفته الابن الأكبر في عائلة ألمانية سنغالية، يؤمن ساليا بعمق بتعاليم بوذا، وخاصة فكرة أن السعادة ليست وجهة بل هي الرحلة نفسها. يمتلك ساليا موهبة طبيعية في الطهي، وغالبا ما يعيد تحضير الأطباق التي يقدمها في المطعم لعائلته، مما يسعدهم بإبداعه وطريقة تقديمه. قال مدير الموارد البشرية: إنه إذا رغبت في تدريب مهني معكم بعد التخرج من الثانوية فإن أبوابكم مفتوحة. بصراحة لو أن هذا الطفل أنشأ مدونة طعام ربما كسر الإنترنت قبل أن ينهي الثانوية، ومع ذلك أثناء تحضيره لوجبة يلاحظ شيئا غريبا. بينما ينظر لوالده تصبح رؤيته ضبابية، يتجمد محاولا فهم ما يحدث، لكن والدته تناديه لتخرجه من شروده. مرحبا سالي. كل شيء على ما يرام. تأخذ الأمور منحا جديا عندما تبدأ رؤية ساليا في التدهور أثناء عرض التقديم في المدرسة، وبقلق يأخذه والداه إلى الطبيب لإجراء فحص. يجري الطبيب عدة اختبارات ويصدم عندما يكتشف أن ساليا يجيب بشكل خاطئ على جميع الأسئلة المتعلقة بالرؤية. هل تستطيع أن ترى أي شيء؟ لا، ضبابي جدا. بعد قليل يستدعي الطبيب العائلة ليبلغهم بالخبر المفجع. ساليا يفقد بصره بسبب حالة وراثية نادرة تسمى مرض العين الخلقي الثنائي. هذه الحالة ستؤدي قريبا إلى انفصال الشبكية، وقد فقد ساليا بالفعل 80% من بصره. هنا يطلق الجميع شهقة جماعية بالغرفة، لأن الحياة منحت ساليا منعطفا دراميا غير متوقع. يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية فورية لتقليل خطر فقدان البصر الكامل. تمت الجراحة قريبا ونجحت في الحفاظ على جزء من بصر ساليا، لكن لم يتبقى سوى حوالي 5% فقط. وعلى الرغم من هذا التحدي الذي غير مجرى حياته، يرفض ساليا أن يدع ذلك يحطم أحلامه. أريد أن أدرس المستوى المتقدم هنا في مدرسة عادية، ثم ألتحق بدورة إدارة الفنادق. كان هذا دائما خطتي. يظل مصمما على متابعة مسيرته المهنية في إدارة الفنادق، لأنه إذا كان هناك شيء يملكه ساليا فهو الإصرار، وربما أيضا مجموعة سرية من الاقتباسات التحفيزية مخبأة تحت وسادته. ومع ذلك فإن والده غير داعم، ويعتقد أن على ساليا التوقف عن الذهاب إلى المدرسة العادية بسبب إعاقته. لكن بدعم من والدته يواصل ساليا تعليمه. أعديني أنني أستطيع البقاء في مدرستي. نعم، أنا أعدك بذلك بالتأكيد. ومع تدهور بصره ليفقد 75% منه، تصبح حواسه الأخرى أكثر حدة. يتعلم الاعتماد على الأصوات والإشارات ليواكب الدروس في الصف. انتظر لحظة، هل هذه الطريقة التي بدأ بها ديرديفيل تؤتي جهوده ثمارها، فيحصل على درجات جيدة للتقديم على فرص تدريبية في فنادق مرموقة؟ وبالرغم من مواجهته للرفض بسبب فقدانه للبصر، لا يستسلم ساليا. يحصل على موعد مقابلة في سلسلة فنادق مرموقة دون أن يفصح عن فقدانه للبصر، وذلك بدعم من والدته وأخته شيلا التي تساعده في التحضير. هذا عميق جدا. انظر أعلى بنسبة 15% وتلتقي بالأعين. نعم، ممتاز. الآن واصل على الحفاظ على التواصل البصري. تقوم العائلة بإيصاله إلى ميونخ من أجل المقابلة، حيث يتعرف ساليا على خطوات الوصول إلى الفندق. خلال المقابلة يترك ساليا انطباعا قويا بجاذبيته، ويلتقي بمرشح آخر ماكس الذي يفتقر للالتزام. يشارك ساليا ماكس معلومات عن تاريخ الفندق لمساعدته، فيصبح ماكس ممتنا ويصبحان صديقين. عندما يتحدث ساليا مع المدير تكسب عزيمته إعجاب المقابل، ويحصل على فرصة تدريب. حسنا، إذن يسعدني أن أرحب بك في شركتنا. بصراحة لو كانت المقابلات الرياضية الأولمبية لكان ساليا قد فاز للتو بالميدالية الذهبية بسبب إجاباته العميقة وغير المتوقعة. الآن عليه أن يتأقلم مع مكان عمله الجديد بينما يبقي إعاقته سرا. ولكي يتكيف انتقلت شيلا إلى ميونخ معه لمساعدته على التأقلم مع المدينة الجديدة وتقديم الدعم له حتى يتمكن من الاعتماد على نفسه. ثم يتعلم عد الخطوات ليجد طريقه إلى الفندق وكيفية الحذر عند إشارة المرور. في يومه الأول يتم تقديم ساليا إلى مدير الفندق وكبار الموظفين. يتم تعيينه للتدرب تحت إشرافهم ليتعلم تفاصيل وخبايا صناعة الضيافة.
ومن بين المتدربين الآخرين هناك ماكس الذي أجرى المقابلة ونجح مع ساليا. جالا أسكاري وماكس شرادر. ثم نرى أن أول مهمة لساليا هي في قسم التدبير المنزلي، حيث يكلف بتحضير غرف الضيوف على أكمل وجه. لكن رؤيته ضبابية للغاية، ولا يستطيع سوى الانتباه لما تقوله المرأة وليس لما تفعله بيديها. خلال بضعة أسابيع ستتمكن من إدارة الغرفة في أقل من ساعة. لاحقا أثناء تنظيفه لمرآة يجد صعوبة في رؤية الأوساخ عليها، ويستخدم عدسة مكبرة ليتمكن من الرؤية بشكل أفضل. يلاحظ ماكس ذلك ويواجهه بسؤاله عما يفعله، مما يدفع ساليا للكشف عن حالته. انفصال الشبكية: لا أستطيع أن أرى سوى 5% مما تراه أنت. انفصال الشبكية: لا أستطيع أن أرى سوى 5% مما تراه. إنها لحظة كلاسيكية للإمساك بالجرم المشهود، لكن بدلاً من سرقة البسكويت يحاول ساليا فقط تنظيف مرآة دون أن يكسرها. يتوسل إلى ماكس أن يبقي الأمر سراً، ويوافق ماكس الذي يفهم معاناته على مساعدته في التنقل داخل الفندق. سرعان ما يصبح الاثنان صديقين ويبدأان في إنجاز مهامهما معا. طبيعة ماكس المرحة تدفعه إلى الوقوع في المتاعب، لكن ساليا يبقى مخلصا لعمله، بل ويغطي عليه أحيانا. مرحبا. لعبة الوسم. بعد الانتهاء من التدبير المنزلي ينتقل ساليا إلى المطبخ، حيث يصادق حميد الجراح القادم من أفغانستان. رغم التحديات يواصل ساليا الدراسة وحفظ الفندق. إخفاء إصابته بالعمى يصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت. في أحد الأيام يسمع امرأة تغني فيسحره صوتها. العودة إلى المنزل. يكتشف أن اسمها لارا، لكن الشيف كرونه يقاطعه ويكلفه بتقطيع لحم الخنزير، وبسبب ضعف بصره يجرح نفسه عن طريق الخطأ أثناء استخدام آلة التقطيع. كانت الإصابة خطيرة، وبدأ الشيف كرون يشك في أمره. يختبر الشيف كرون ساليا بوضع غرض بطريقه، مما يجبره على الاعتراف. عندي مشكلة في الشبكية. رؤيتي سيئة جدا. إلى أي درجة؟ أرى 5% فقط مما تراه أنت، وهذا أيضا غير واضح. بدلا من أن يطرد الشيف كرونه ساليا، يساعده على تعلم استخدام الآلة بأمان مع مراعاة ضعف بصره. يبدو أن كل شيء عاد إلى مساره الصحيح. بينما يبرع ساليا في المطبخ يحاول التقرب من لارا، لكنه يكتشف أن لديها حبيبا. لديها حبيب. ماذا؟ آسف. وبينما يشعر ساليا بالحزن يأخذه ماكس إلى ناد ليلي ينتهي به الأمر بالعودة إلى المنزل مع امرأة أخرى. بعد أن أنهى مهمته في المطبخ ينتقل إلى مكتب الاستقبال، ثم إلى مطعم وبار الفندق. دقة قياس المشروبات بالغ الأهمية. يري الباريستا المتدربين كيفية القياس، لكن ساليا يواجه صعوبة بسبب ضعف بصره. في تلك الليلة يتسلل ماكس إلى البار لمساعدة ساليا على التدرب، لكن رؤيته الضبابية تعقد الأمور. ومع ذلك ينجح ساليا في إبهار كلاين شيميدت عندما يصنع مشروب لونج آيلاند آيس تي المثالي. على الرغم من أن كلاين شيميت يعزو ذلك إلى الحظ، يثبت ساليا نفسه بخدمته المثالية لبار مزدحم. ومع ذلك عندما ينشغل ماكس بحياته العاطفية يواجه ساليا الصعوبات بمفرده، ويطلب منه مرارا تلميع كؤوس النبيذ. لا يستطيع تمييز الكؤوس نظيفة أم لا. هل يمكنك أن تعرف ما إذا كان الكأس نظيفا أم لا؟ ما بعرف. ماذا؟ لا ما أعرف. أنا متعب. ما أعد أستطيع. بعد ليلة طويلة ومرهقة يستخدم ساليا حاسة السمع الحادة ليحكم على نظافة الكؤوس بالصوت، ويعرف ذلك. بينما يتغلب ساليا على التحديات المهنية تتحسن حياته الشخصية. يكتشف أن لارا وصديقها قد انفصلا ويذهبان معا في موعد. تعرفه لارا على ابنها أوسكار. يرتبط ساليا بأوسكار من خلال كرة القدم، وتتحرك مشاعر لارا بسبب علاقتهما، وتبدأ في الوقوع في حبه. في تلك الليلة قبل النوم يسأل أوسكار ساليا إذا كان كائنا فضائيا. يتأثر ساليا قليلا ويشعر ببعض الإحراج، لكنه يطمئنه ويتمنى له ليلة سعيدة. بعد ذلك تقبله لارا بشغف. في اليوم التالي في الفندق يصل ساليا متأخرا إلى المطعم وهو في حالة ارتباك. كان المشرف قد حذره سابقا من غضبه بسبب الكؤوس غير اللامعة، ويعطيه تحذيرا آخر. يشرح ساليا أنه لم يسمع المنبه، لكن المشرف يبدأ في الشك. أنت على بعد خطوة واحدة من الخط الأحمر. ما هذا؟ لاحقا يتلقى ساليا رسالة من المنزل تطلب حضوره فورا.
يكتشف أن والده قد غادر إلى سريلانكا وأخذ مدخرات العائلة، تاركا والدته محطمة القلب. تشرح أخته أن والدتهم تحاول إيجاد عمل لإعالتهم، لكنهم يعلمون أن ذلك لن يكون كافيا. يمكنني تحويل 200 يورو إلى حساب أمي. يمكنني أيضا أن أجد عملا إضافيا. حميد يعمل في المخبز. يتولى ساليا عملا ثانيا في المخبز بينما يوازن بين تدريبه المهني في الفندق وقضاء الوقت مع لارا وأوسكار. ومع ذلك يعاني بسبب فقدانه للبصر، ويخفي ذلك عن لارا ويتظاهر بأنه طبيعي. يشرب الكحول بكثرة في المنزل مما يؤدي إلى مشاكل. في المطعم يجد صعوبة في مواكبة العمل ويراقبه المشرف عن كثب. يحذره ماكس من أنه يعرض فرصته التي كسبها بشق الأنفس للخطر عندما تعطي الحياة ساليا الليمون يخلطه مع اختيارات مشكوك فيها. تنبيه: النهاية ليست سعيدة. في أحد الأيام بعد الظهر تطلب لارا من ساليا أن يعتني بأوسكار بينما تقوم هي بتوصيل طرد. يوافق ساليا، لكنه يتلقى بعدها مكالمة من ماكس يحذره فيها من أن كلاين شميدت سيطرده إذا لم يحضر فورا إلى المطعم من أجل حدث زفاف. يمزقه الصراع بين مسؤولياته، ويجد ساليا صعوبة في اتخاذ القرار. يتصل بسرعة بلارا ويطلب منها العودة وتوافق على ذلك. ومع ذلك عندما أنهت المكالمة يدرك أنه فقد أثر أوسكار، وبسبب عدم قدرته على الرؤية يشعر بالارتباك ويصاب بالذعر ويبدأ بالصراخ والبحث بجنون، لكن أوسكار ليس له أثر. عندما تعود لارا وهي في حالة رعب تتوسل إلى ساليا أن يساعدها، لكنه يقف متجمدا في مكانه. ما الذي يحدث بحق الجحيم؟ لم أعد أستطيع مشاهدة هذا. ما أستطيع رؤية أي شيء. وأخيرا وتحت الضغط يعترف بأنه شبه أعمى تماما. مصدومة تركز لارا على إيجاد أوسكار، تاركة ساليا غارقا في الذنب والصدمة. وبعد لحظات تلمح أوسكار على الجانب الآخر من الحديقة. غاضبة تواجه ساليا الذي يشرح لها إصابته بانفصال الشبكية، وبينما هي غاضبة لأنه لم يخبرها تأخذ أوسكار وترحل، وخيبة الأمل واضحة عليها. يبقى ساليا واقفا خلفهم مدركا أن عدم صدقه كلفه علاقة ذات معنى. بينما يقف غارقا في أفكاره يتصل ماكس مرة أخرى ويحثه على الذهاب وإلا سيخاطر بفصله. يستجمع ساليا قواه ويتجه مسرعا إلى المطعم في اللحظة المناسبة. ومع ذلك فإن الإرهاق والتوتر الناتجين عن إعاقته وتخلي والده عنه وصراعات عائلته وانفصاله ووظيفته الثانية وإخفائه لحالته كلها تثقل كاهلة. تزداد رغبته في تعاطي المخدرات سوءا. وأثناء حمله كؤوس الشامبانيا يتعثر ساليا بغطاء الطاولة فتسقط الكؤوس وتتحطم. يكاد أن يسقط لكنه يتمالك نفسه. يساعده ماكس في تنظيف الفوضى ويقترح عليه أن يذهب إلى المنزل ليرتاح. متجاهلا قلق ماكس يصر ساليا على البقاء. بعزيمة يواصل ساليا خدمة الضيوف في حفل الزفاف، لكن بصره يزداد سوءا فيصطدم بكعكة الزفاف. غاضبا يسحبه كلاين شميدت جانبا ويصرخ: هل أنت أعمى؟ تحت وطأة الضغط يعترف ساليا أخيرا بالحقيقة. غاضبا يطرده كلاين شميدت فورا. مغطى بالكعكة يترنح ساليا خارجا ويكاد أن تصدمه ترام. يصل إلى المنزل لكن حالته تزداد سوءا. يواصل العمل في المخبز مع حميد، لكن استمراره في تناول الحبوب لا يتوقف. عندما يحذره حميد ينفجر ساليا غاضبا ويطلب منه أن يهتم بشؤونه الخاصة. منعزل وبائس يغرق أكثر في الشرب والحفلات. في إحدى الليالي يطرد من ملهى ليلي بسبب إفراطه في الشرب، وأثناء عودته مترنحا إلى المنزل يدفعه غرباء فيسقط من على درج. يسرع المارة لمساعدته وينقلونه إلى المستشفى. عندما يستيقظ من حالته الشبيهة بالغيبوبة تكون شيلا بجانبه تواسيه بينما ينهار بالبكاء. يصل ماكس قريبا ويعتذر له ساليا لأنه لم يستمع إليه. يسامحه ماكس على الفور ويبدأ في مغازلة شيلا مما يخفف الأجواء، لأنه على ما يبدو حتى في اللحظات المؤثرة لا يستطيع ماكس مقاومة إظهار جاذبيته. أحدهم يجب أن يمنح هذا الرجل مسلسلا كوميديا رومانسيا خاصا به. تخبر شيلا ساليا أن والدتهما وجدت عملا الآن ولم يعد عليه القلق بشأن الأمور المالية، كما تحثه على العودة إلى المنزل لأنه إذا كان هناك شيء واحد يحتاجه ساليا الآن فهو عناق من والدته ووجبة منزلية، وليس ليلة أخرى من القرارات المشكوك فيها. لا أستطيع أن أعيش ضد إعاقتي. هذا لا ينفع وأنا أعلم ذلك الآن.
لذا يقرر أن يتقبل ذلك ويبحث عن صاحب عمل يقبله كما هو، رجل ذو طموح كبير لكنه يعاني من ضعف بصري. يخبر شيلا وماكس أنه يريد البقاء في ميونخ ليكتشف ذاته الحقيقية. قريبا يحصل ساليا على وظيفة بمركز اتصال لضعاف البصر، لكنه يرفضها لأنها لا تناسبه. وفي يوم آخر يقترح ماكس ركوب الدراجات فيصعدان معا لقمة تل مرتفع. يقوم ماكس بإرشاد ساليا ويخبره متى يضغط على المكابح أو ينعطف، مما يعزز العلاقة بينهما. إنها أشبه بكوميديا الأصدقاء، لكن بدلا من حل الجرائم كل ما يحاولان فعله هو ألا يصطدما بشجرة. في وقت لاحق يعودان إلى الفندق للقاء كلاين شميدت وفريد. يعتذر ساليا عن إفساد حفل الزفاف ويشرح كيف أن خوفه من الرفض دفعه لإخفاء إعاقته. لقد أثارت صراحته إعجابهم، وعلى الرغم من تردد كلاين شميدت يمنح ساليا فرصة لخوض امتحان التلميذة النهائي، لأن الحقيقة أحيانا هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذك من مدير غاضب يحمل لوحة ملاحظات. التحضير للامتحان صعب، خاصة عندما يتعلق الأمر بترتيب طاولة في أقل من 30 دقيقة. وفي أحد الأيام وأثناء مساعدته لحامد يصادف ساليا لورا بشكل غير متوقع، تعرب عن سعادتها بعودته إلى العمل وتتمنى له التوفيق في امتحانه النهائي. يشكرها ويتبادلان حديثا مؤثرا من القلب. ولم يستطع ساليا أن يتمالك نفسه، فاعترف بأنه يفتقدها. أفتقدك، حتى لو لم ترغبي في سماع ذلك. في يوم الامتحان بذل ساليا قصارى جهده وتفوق في كل جزء من أجزاء الاختبار، ومع ذلك واجه صعوبة في مهمة ترتيب الطاولة، ومع هذا واجه التحدي بعزيمة وإصرار. ومع اقتراب نهاية الامتحان كان كل شيء في مكانه باستثناء كؤوس الماء. يذكره المشرف بهدوء أنه لا يزال هناك دقيقة واحدة متبقية. يتحرك ساليا بسرعة لترتيب الكؤوس، لكنه يتعثر في اللحظة الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك فإن أداءه القوي في الأقسام الأخرى يضمن له النجاح ويحصل على دبلومه من الفندق. سلم شهادة التلمذة الخاصة بك. في حفل التخرج عبر كلاين شميدت وفريد عن فخرهما بتفانيه. وفي الوقت نفسه أصبح حامد الذي أصبح الآن عاملا قانونيا سائق إسعاف بفضل إرشادات ساليا. بعد فترة وجيزة يعرض مشرف البار على ساليا وظيفة كخبير نبيذ، ومع ذلك يرفض ساليا بتواضع، كاشفا أنه وماكس يعملان على افتتاح مكانهما الخاص. أعجب المشرف بذلك وتمنى له النجاح، واستلهما من المقولة: لكي تذهب بعيدا يجب أن يكون لديك رفقة جيدة. يفتتح ساليا وماكس مطعمهما في وسط مدينة ميونخ قريبا، وفي ليلة الافتتاح يجتمع الأصدقاء والعائلة لدعمهم، وتصل لورا أيضا كضيفة خاصة عارضة المساعدة. مرحبا أيها الوسيم. وجودها يملأ قلب ساليا بالفرح، وتعترف له بأنها لا تزال تحبه، ليكون ذلك أسعد لحظة في حياته. وبعد الإغلاق يحتفل الجميع بالموسيقى والرقص. تدعو لورا ساليا للرقص، لكنه يتردد خوفا من أن يطأ على قدميها. تطمئنه بابتسامة قائلة إن لديها من البصيرة ما يكفي لكليهما. هيا، سأستقيل أنا أيضا. وهكذا تثبت لورا أنها ليست مجرد فتاة التوصيل، بل هي البطلة العاطفية الحقيقية في هذه القصة. وبوجودها إلى جانبه يشعر ساليا أخيرا بالكمال، مستعدا لمواجهة المستقبل بالشجاعة والحب.